يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الجهيني أولى إعدادي كتاكيت الجهيني، حبايب قلبي، كل سنة وأنتم طيبين يا شباب. النهارده ميعادنا بقى مع مراجعة مارس، الامتحان المنتظر. الخوف اللي عندك كله هيروح بعد مراجعة مارس بإذن الله تعالى. جاهز يا بطل النهارده نحل مع بعض ونراجع النحو كله. أنا جايب لك النهارده كمان في الفيديو ده شرح كل الثلاث دروس اللي عليك اللي جايين لك في مراجعة مارس وامتحان مارس. شد حيلك، توكلنا على الله. عايزك تبقى بطل كده، كون قائد حلمك. يلا بينا يا شباب على الهمزة المتوسطة وناخد تدريبات عليها عشان لو جات لنا في الامتحان هنحلوها ازاي، هنعملوا ايه. توكلنا على الله. أكمل الفقرة التالية بكلمات المناسبة بحيث تحتوي كل كلمة على همزة مكتوبة على السطر، سواء عندك كلمة قراءة وجزءا وببطء وبدفء وهدوءا. بيقول لك يا بطل: في أحد الأيام ذهبت إلى الحديقة لأقرأ. أقرأ، أختار قراءة ولا جزءا ولا ببطء ولا بدفء ولا هدوءا؟ طبعا هختار يا شباب جزءا، يبقى هنا هتنزل كلمة جزءا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. قال لك بعد كده: من كتابي المفضل جلست أقرأ بتركيز وفجأة شعرت بإيه؟ بقراءة ولا ببطء ولا بدفء ولا هدوء؟ قال لك هنا يا جماعة شعرت ايه يا جماعة؟ بدفء يملأ الايه؟ السماء. يبقى هختار كلمة بايه؟ بدفء. طيب، كان المنظر هادئا والهدوء او الهواء نقيا، فقررت ان ابدأ قراءة شيء جديد. احب ان اقرأ ببطء ولا هدوءا؟ لا، اقرأ ببطء. وأفكر في كل جزء من القصة لأن القراءة تنشئ في النفس الإيه يا جماعة؟ قال لك إيه؟ هدوءا وصفاء. يبقى كده حلنا مع بعض القطعة الأولى. نكمل مع بعض يا شباب. صوب الخطأ أو الخطأ الإملائي في الجملة دي. صلى على رسول الله. الهمزة إحنا بنتكلم عن الهمزة المتوسطة، يعني همزة على السطر يا شباب. يبقى نصلح أي حاجة في الكلام ده. يعني أول حاجة عندك كلمة إيه؟ الكلمة طيب الله مساءكم، المفروض تتكتب كده. ثواني عشان تبقى باينه لكم. وغفر الله يا جماعه أخطاءكم. وهنا يا جماعه تبقى ايه؟ أضاء. ماشي. على الثرى ومنح ايه؟ ضوءه. هتبقى كلمة ايه؟ والهدوء عندك غلطة هنا، فرد عند الواو، يبقى هي الهدوء. يمنح التفاني والأمل والقراءة، فيها غلطة. مفيدة لكل ايه؟ إنسان. يبقى أنا خليت الهمزة بتاعتي على ايه يا شباب؟ بكل بساطة على السطر، لأن احنا بنتكلم عن الهمزة المتوسطة زي ما احنا شفنا وحلينا مع بعض التدريب ده. يلا بينا التدريب الثالث يا شباب. استخرج من الجملة التالية كلمة بها همزة على السطر. طبعا سؤال بسيط خالص. يبقى كلمة مثلا الهدوء، وعندك كلمة ضوءا، وعندك كلمة السماء، وعندك كلمة يا جماعة جزءا، وعندك كلمة ايه؟ بدفء. ويبقى بكده يا شباب حلنا مع بعض الجزء الأول من الهمزة المتوسطة، عشان لو جات لك في الامتحان تقدر تحلها بكل بساطة. دلوقتي يا شباب يلا بينا بقى على أسلوب التوكيد ده. بعد ما رجعناه يلا نحلوه مع بعض إن شاء الله على خير. أي الجمل التالية تحتوي على أسلوب توكيد؟ الصدق من جاء. طبعا ما فيش هنا عندي أسلوب توكيد خالص. الصدق ينجي من الهلاك، ما عنديش أسلوب توكيد خالص. إن الصدق، عندك إن بعدها اسم، يبقى هي الجملة دي. لأن أنا عندي قاعدة كنت بقولها لك دايما، إيه هي؟ إن وراها حاجة من الاتنين، يا إما اسم يا إما ضمير تديني إيه؟ توكيد. بين أداة التوكيد في الجملة التالية أو الآتية. قد فاز، طالما قد معها فعل ماضي يبقى توكيدية، يبقى قد. بين أداة التوكيد في الجملة التالية. إن الوطن، لسه قايلها فوق، طالما إن جاي وراها
اسم يبقى إن هي التوكيد. أي الجمل التالية لا تحتوي على أسلوب توكيد؟ لا تحتوي. لقد حقق الطالب هدفه في توكيد، إن العلم في توكيد، لقد نجح الطالب أو نجح المشروع في توكيد، الطالب مهذب هي اللي ما فيهاش توكيد أختارها. أي الجمل التالية تحتوي على أسلوب بص بقى توكيد بس عن طريق النفي والاستثناء. يبقى هنا يا جماعة في الحالة اللي زي دي ما حضر إلا طالب، لأن ما هنا هي أداة النفي، وعندك إلا هي أداة الاستثناء. يبقى في الحالة اللي زي دي أختار رقم د. ونكمل مع بعضنا يا شباب. بيقول لك التدريب اللي بعده. حدد أساليب التوكيد في النص مبينا وسائلها. سؤال جميل. إن الاجتهاد، أدي إن جاي بعدها اسم، يبقى هنا أسلوب التوكيد يا جماعة إن الاجتهاد. بيقول لك وسيلته إن، كمل، هو طريق النجاح، وإن الطالب، يبقى عندك وسيلته إن. المجتهد محبوب عند معلميه، لقد حضر، يبقى لقد حضر، يبقى اسلوب مركب باللام وقد. كمل، مبكرا فشارك في الطابور باهتمام، إن الوقت ثمين فلا تضيعه أبدا، يبقى إن الوقت. وكده يبقى يا شباب ركز معايا بقى كده، اسلوب طبعا هنا هيبقى وسيلته يا شباب؟ هيبقى وسيلته قال لك ان. يبقى كده حلينا مع بعض على اسلوب التوكيد. نكمل اساليبنا البلاغيه مع الموسيقى في الشعر. طبعا افكرك الموسيقى في الشعر التصريع، ركز، اللي هو بيجي فين اهو، تعالى التصريع اللي بيبقى عامل كده. يلا بينا كده مع بعض. قال لك بيت الشعر عامل كده، اخر حرف شبه اخر حرف. طب يا مستر مومن لو ورا بعض بالطول يبقى قافيه يا بطل. بيقول لك يا وطني احبك لا بديل ما. يلا بينا. قال لك هنا اخر حاجه اللام، وهنا اخر حاجه اللام، يبقى بين كلمه بديل وبين كلمه دليل في يا مستر مؤمن؟ قال لك بينهما تصريع. في حاجة تانية يا مستر مؤمن؟ قال لك في قال لك عندك اللام واللام ورا بعض بين كلمة دليل وبين كلمة يا جماعة؟ أميل. بس طالما بالطول يبقى دي قافية. بالعرض تصريع في الشعر في أول بيت بالطول وحدة قافية، والاتنين يعطي جرسا موسيقيا. يعطي جرسا موسيقيا. نكمل مع بعض. بيقول لك اخو العلم في الدنيا الذي ماشي. قال لك هنا اخرها جيم، وهنا اخرها ميم. ما عنديش تصريع، ما عنديش يا شباب تصريع. طيب هنا اخرها ميم وهنا اخرها ميم بالطول، يبقى عندي قافيه. يبقى كلمه معالم وكلمه عالم، الاتنين دول يا شباب بينهما وحدة قافية. وحدة يا جماعة؟ قافية. وحدة القافية يا شباب في الحالة دي برضو يعطي جرسا موسيقيا. ويبقى بكده يا شباب حلنا مع بعض اهو قطعتين كاملين عن الموسيقى. كتاكيت اولى اعدادي، كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني جدا يا شباب. يلا بينا النهارده كده نتوكل على الله ونعمل مراجعه سريعه كده على اول درس عندنا في المنهج يا جماعه. افعال تنصب مفعولين ليس اصلهم المبتدا والخبر. جاهزين؟ توكلنا على الله. خليك مع الجيلي ويلا بينا. اول حاجه يا شباب عايزك تخلي بالك منها كده في البدايه. قال لك قال لك الدرس بيقول عندك افعال هتنصب لك مفعولين، والمفعولين دول ليس اصلهم المبتدا والخبر. زي الافعال دي؟ قال لك زي منح، زي منع، زي سأل، زي اهدى، زي البس، زي كسى، زي اعطى. الافعال اللي انت شايفها قدامك دي يا شباب هتنصب لك مفعولين، هتنصب لك مفعولين، ولكن المفعولين دول مش اصلهم المبتدا والخبر. زي ايه يا مستر مؤمن؟ بص يا باشا،
لو انا جيت قلت لك منح الله الانسان عقلا، منح الله الانسان عقلا، بالعقل كده اول ما عينك شافت كلمه منح ترجم على طول ان انا في الجمله دي عندي مفعولين. حلو الكلام. لو على الاعراب اعرب عادي جدا، عندك ادي منح فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي منح؟ الله، يبقى الله فاعل مرفوع بالضمه. انا قلت لك طالما لقيت منح او فعل من الافعال اللي فوق دي هيبقى عندك كم مفعول؟ 2. الله ينور عليك يا بطل. يبقى ساعتها هو منح ايه؟ قال لك الانسان منحه ايه؟ عقلا. يبقى هنا حبيب قلبي كلمه الانسان تتعرب مفعول به اول منصوب بالفتح، وعقلا تتعرب مفعول به ثان منصوب بالفتح. يعني اذا يا شباب لو انت ركزت معايا كده خدت بالك ان انا لقيت عندي ايه؟ منح فعل بينصب مفعولين، فعل بينصب مفعولين. اسال عن الفاعل بمين؟ من اللي منح الله. منح ايه؟ هيطلع لي المفعول الاول ويجر معاه المفعول الايه؟ الثاني. مثال كمان عشان اخواتنا كده الجمال يفهموا، لو جيت قلت لك اعطى المعلم الطالب جائزة. عندك أعطى، أيوة الجهيني قال لي إن أعطى بتنصب كم مفعول؟ 2. حلو قوي الكلام ده. طب أعطى عربها إيه برضه؟ ها، فعل ماضي مبني على الفتح. هو مين اللي أعطى؟ المعلم. يبقى المعلم هنا إيه يا جماعة؟ فاعل مرفوع بالضمة. أعطى إيه؟ الطالب مفعول به أول. عطاله إيه؟ جائزة. يبقى ده مفعول به كام؟ ثاني. بس الملحوظة اللي أنا عايزك تنتبه لي شوية فيها يا شباب إيه هي؟ باشا خدتني بالك من حاجة؟ إيه هي؟ إن الإنسان وعقلا المفعولين، ده المفعول الأول وده المفعول الثاني، صح؟ في حاجة اسمها الإنسان عقلا، يعني أنا لو خدتها على جنب كده الإنسان عقلا، هل هذه الجملة لها معنى؟ قال لك لا. طالما الجملة دي ملهاش معنى يبقى ليس أصلهم المبتدأ وإيه؟ والخبر. أما أجي أقول لك الطالب جائزة، هل دي لها معنى؟ قال لك لا، يبقى ليس أصلهم المبتدأ والإيه يا شباب؟ والخبر. يبقى أنا بتكلم النهاردة عن أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ وإيه؟ والخبر. إيه هي الأفعال؟ قول معايا: منح، منع، سأل، أهدى، ألبس، كاس، أعطى. أفعال بتنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ ولا خبر. طب بصوا بقى يا شباب وركز معايا شوية. قال لك في ملحوظة، لما أجي أقول لك منح الله الإنسان عقلا، وأجي أقول لك يمنح الله الإنسان عقلا، واجي اقول لك امنح الانسان عقلا، ايه اللي انا عملته؟ ركز معايا بقى الطالب الشاطر اللي هياخد باله من الحته دي. ايه اللي انا عملته؟ مره جبت لك منح ماضي، ومره جبت لك يمنح مضارع، ومره جبت لك امنح امر. يعني اذا الكلام ده يا جماعه ان هذه الافعال لو جاءت في الماضي، جاءت في المضارع، جاءت في الامر، كلها نفس العمل. هلاقي ان كلمه الانسان مفعول به اول وعقلا مفعول به ثاني. الانسان مفعول به اول وعقلا مفعول به ثاني، والانسان مفعول به اول وعقلا مفعول به كام؟ ثاني. يبقى تطمن هنا ساعتها سواء جه ماضي او مضارع او امر كلهم بيعملوا نفس الايه؟ العمل. ما عنديش اي اختلاف في حاجه في الاسئله. طيب دي ملحوظه اولانيه. الملحوظه الثانيه، لو الفعل يا شباب اللي عندي فعل مبني
للمجهول. يعني جالي فعل من الافعال اللي بتنصب مفعولين بس مبني للمجهول. ايه القصه؟ ايه الحدوته؟ بسيطه. حضرتك هتقول لي كده مثلا اعطي بضم اوله وكسر ما قبل اخره، تمام كده؟ اعطي مثلا الطالب جائزه. الاعراب هيبقى ايه يا جيني؟ قال لك بص حبيبي، اولا انا عندي قاعده بتقول اذا كان الفعل مبني للمجهول فما بعده نائب فاعل. الله ينور عليك. ماله؟ مرفوع بالضمه. هيجي لي طالب هنا ويقول لي طب ما هو اعطى او الفعل اعطي بينصب لي مفعولين. هقول لك انت تعرف الكلمه الثانيه عادي جدا، مفعول به ثاني عادي جدا منصوب بالفتحه. فيجي هنا الطالب يشغل مخه يقول لي طب فين المفعول الاول يا جيني؟ اقول له المفعول الاول يا بطل اللي هو اتحول عندي بقى نائب فاعل. طب اتحول ليه يا جيني؟ قال لك لان اجبرني الفعل المبني للمجهول ان ياتي بعده نائب ايه؟ فاعل. فانا اعتبر ان ده المفعول الاول وده المفعول الثاني، بس في الاعراب لما اجي اعرب كلمه الطالب اعربها نائب ايه؟ فاعل. يبقى انا لو جالي فعل من الافعال اللي بتنصب مفعولين وهو مبني للمجهول، اعرب اللي بعده نائب فاعل واللي بعد النائب مفعول به كام؟ ثاني. ودي الملحوظه رقم كام؟ 2. الملحوظه رقم 3. جاهز؟ يلا بينا. الكلمة العجيبة الغريبة دي، قال لك دي كلمة اسمها كهينة أو زي ما بيقولوها أي طالب من الطلبة. الكلمة دي مش كلمة أصلا، دي ضمائر إحنا جمعناها مع بعضها وعطينا لك كلمة كده. يعني ده الكاف والهاء والياء والناء، دي ضمائر يا بطل. الضمائر دي لو جت لك في الفعل اللي بينصب مفعولين اعرف على طول هي مفعول به أول. زي ما اجي اقول لك مثلا يا شباب ادي الفعل منع جاي مع الكاف، اعرف على طول ان الفعل ده بينصب كم مفعول؟ قال لك مفعولين. يبقى اعرف ان الكاف دي يا حبيب قلبي المفعول الاول، بس اوعى تعربها يا بطل مفعول به اول كده. امال ايه؟ هعربه ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول. يبقى الضمائر دي لو جت في أي فعل من الأفعال اللي هتنصب مفعولين اعربها إيه؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول أول، واللي بعدها يبقى مفعول به كام؟ ثاني عادي جدا وتكمل. ودي ملحوظة رقم كام؟ 3. التركة الأخيرة في الدرس بتاعنا يا شباب إيه هي؟ قال لك منح الطبيب رجلا مريضا دواء. انا شفت منح عرفت ان هي بتنصب لي مفعولين. انا شفت منح عرفت ان هي بتنصب لي كم مفعول؟ مفعولين. مين اللي منح؟ الطبيب، يبقى ده الفاعل. انا عرفت ان انا عندي مفعولين. منح الطبيب، منح ايه؟ رجلا، مفعول به اول. حلو الكلام؟ بس خد لي بالك بقى، الطالب اللي واقع يقع هنا يقول لي رجلا مريضا. انا وصفت الراجل ان هو ايه؟ مريض. ده نعت يا باشمهندس مش مفعول به تاني. انا منحت الراجل ايه؟ دواء، يبقى ده المفعول التاني. فصل بين المفعول الاول والمفعول التاني بايه يا بطل؟ بنعت. ودي التركه الاخيره. وكل سنه وانتم طيبين، ويلا بينا نجهز عظمه جديده ان شاء الله. مستنيكم في الحلقه اللي جايه مع مستر مؤمن الجيني استاذ اللغه العربيه في محافظه الاسكندريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلابنا في كل مكان في محافظه الاسكندريه، طلاب الجهيني، كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. عاملين يا شباب؟ النهارده يا شباب ان شاء الله هنشتغلوا مع بعض
سنة أولى إعدادي، الكتاكيت الصغيرين، وهنشتغل فرع النحو مع بعض يا شباب إن شاء الله. طبعا حاسس بيك وعارف إن أنت عندك مشكلة صغيرة في المبني للمعلوم والمبني للمجهول، وكتير من الشكاوي اللي بنشوفوها على النت محتاج مبني للمجهول، محتاج مبني للمعلوم. تعالى النهارده بقى نبسط المعلومة ونشتغلوا مع بعض كده حاجة خفيفة جدا وبطريقة سهلة جدا، ويلا بينا نتوكل على الله، سمي الله ويلا بينا. أول حاجة عايزك تركز معايا فيها كده، تفهم نقطة. المبني للمعلوم والمبني للمجهول، ايه الفرق بين الفعل المبني للمعلوم وايه الفرق المبني للمجهول؟ بكل بساطة يا شباب، قال لك ان الفعل المبني للمعلوم الفاعل موجود عندي في الجملة، اما الفعل المبني للمجهول قال لك ان الفاعل عندي مش موجود قدامي فين؟ في الجملة. على سبيل المثال يا سنة أولى، لو احنا اشتغلنا مع بعض كده وجيت قلت لك فهم الطالب الدرس، وجيت في مثال تاني قلت لك فهم الدرس، لو سيادتك بصيت معايا وركزت كده هتلاحظ ان فهم هنا فعل. هو مين اللي فهم يا مستر مؤمن؟ هتسأل سؤال بمين عشان نشوف الفاعل موجود ولا مش موجود. مين اللي فهم؟ قال لك فهم الطالب، يعني إذا الطالب ده هنا إيه؟ قال لك الفاعل. طالما حضرتك لقيت الفاعل في الجملة اعرف كده الجملة دي أو الفعل ده مبني للمعلوم. طب فهم الدرس، هو مين اللي فهم؟ انا ما اعرفش، يعني الفعل هنا مش ايه؟ مش مصرح بيه قدام عينيا، يبقى الجمله دي مبنيه للمجهول. طبعا انا كاتبها لك بخط كبير عشان تبقى في ايه حضرتك عارفها وشايفها وفاهمها. يبقى تاني ركز معايا كده، المبني للمعلوم الفاعل موجود، والمبني للمجهول الفاعل مش موجود. تمام يا شباب كده؟ يلا بينا بقى يا شباب نشوفوا ازاي نحول من المبني للمعلوم للمبني للمجهول. سمي الله. اول خطوه يا شباب عايزه انبهها لسيادتك فيها هي حذف الفاعل. احنا هنشيل الفاعل من الجمله. هنشيل الفاعل منين؟ من الجمله. يبقى انا عشان ابني للمجهول هشيل الايه؟ الفاعل. تاني حاجه يا شباب انا عايزك تنتبه لها، حدد لي نوع الفعل ايه يا بطل. قال لك لو الفعل ماضي سيادتك هتعمل ايه؟ قال لك كل اللي حضرتك هتعمله هتضم اوله واكسر ما قبل اخره، هتضم اوله وهكسر ما قبل اخره. اول خطوه شيل الفاعل، اول خطوه شيل الفعل، الله ينور عليه. تاني خطوه حدد نوع الفعل، لو الفعل ماضي ضم اوله واكسر ما قبل اخره. مثال صغير يفهمنا الدنيا. لو انا جيت قلت لك فهم الطالب الدرس، حبيب قلبي قلت لك خطوة أولى شيل الفاعل، خطوة أولى الله ينور عليك شيل الايه؟ الفاعل. فهم، هو مين اللي فهم؟ الطالب. يبقى أول خطوة عندي هحذف الفاعل، أول خطوة عندي هعمل ايه؟ هحذف الفاعل. طيب تاني خطوة أحدد نوع الفعل، لو الفعل ماضي هعمل إيه؟ هضم أوله وأكسر ما قبل آخره، تبقى تتنطق إيه؟ فهم الدرس، فهم الدرس. أكتبها لك تحتيها أهو كده، فهم الدرس. وكده تبقى بنيت الجملة لإيه؟ للمجهول بكل بساطة وسهولة. مثال كمان، لو جيت قلت لك سمع الولد الكلام، أول خطوة سمعك الله ينور عليك، أول خطوة شيل الفاعل. سمع، مين اللي سمع؟ قال لك الولد، يبقى هحذف كلمة إيه؟ الولد. طب الفعل هنا عندي فعل إيه؟ قال لك ده فعل ماضي، فعل يا شباب فعل ماضي. مستر مؤمن قال لك إيه؟ ضم، اكتبها الأول. طيب أدي سمع الكلام. الخطوة اللي بعديها حط التشكيل يا بطل، طالما ماضي ضم أوله واكسر ما قبل آخره، ضم أوله واكسر ما قبل آخره، ساعتها يبقى الفعل ده في الحالة اللي زي دي مبني للمجهول. عايز أقول لحضرتك بقى على معلومة خطيرة، بعد ما حضرتك حولت الفعل مبني للمجهول سيادتك
اعرف على طول اللي جاي بعديها يعرب نائب فاعل. نائب ايه يا شباب؟ فاعل. وعشان ما نتسالش نائب الفاعل ماله؟ نائب الفاعل ماله يا شباب؟ قال لك مرفوع، وهنا طبعا مرفوع بايه؟ بالضمه. يبقى لما احول من مبني للمعلوم لمبني للمجهول، خطوه اولى حذف الفاعل، تاني خطوه حدد فعل، لو الفعل الماضي ضم اوله ويكسر ما قبله اخره. فهمتوها؟ انا فهمتها. يلا بينا نصلي على رسول الله. نيجي بقى على تركايه بسيطه. قال لك يا باشا خلي بالك من الحته دي، لو الفعل حضرتك ماضي، لو الفعل حضرتك ايه؟ ماضي، تمام؟ مكون من 3 حروف والحرف الثاني فيه الف، هتعمل ايه؟ قال لك حول الالف دي الى ياء. حول الالف دي الى ايه؟ ياء. الله ينور عليك. زي ايه يا مستر مؤمن؟ لما اجي اقول لك صام الولد رمضان، أول خطوة شيل الفاعل صام. مين اللي صام؟ الولد، أحذفه. تاني خطوة حدد نوع الفعل. صام فعل ماضي. صام فعل إيه؟ ماضي. بس ببص على الماضي هنا لقيت إيه؟ لقيت إن تاني حرف ألف، أحولها إلى ياء. أحولها إلى إيه؟ ياء. يبقى صيم رمضان. صيم إيه؟ رمضان. صعب يا شباب؟ واحدة كمان يلا سريعا كده. لما أجي أقول لك إيه؟ ها؟ مثلا على سبيل المثال لما اجي اقول لك ايه؟ قام الولد الى الصلاه. ها؟ اول خطوه شيل الفاعل، اشيل كلمه ايه؟ الولد. قام هتبقى قيم الى الصلاه. تمام كده؟ طيب واحده كمان لما اجي اقول لك ايه؟ باع الفلاح القطن. ها؟ أول خطوة شيل الفاعل. شلت أنا الفاعل الفلاح. باع 3 حروف وماضي، هيبقى حضرتك هتحول الألف دي إلى إيه؟ ياء. يبقى إيه يا جماعة بقى؟ ها؟ هتروح إيه لي؟ بيع القطن. صعب يا شباب كده؟ يبقى لو الماضي 3 حروف وسطه ألف تحول إلى إيه؟ ياء. برافو عليك. طيب لو أنا جيت قلت لك مثلا لو الفعل الماضي 4 حروف والحرف الثاني ألف، قال لك حولها لواو. إزاي؟ لما أجي على سبيل المثال أقول لك إيه؟ شاهد الولد المسلسل. حلو الكلام؟ أول خطوة أنا هعملها إيه؟ قال لك أنت أول خطوة بتعملها لما بتبني للمجهول بتحذف الإيه؟ الفاعل. هو مين اللي شاهد؟ الولد، أحذفه. شاهد فعل إيه؟ ماضي. شاهد فعل إيه؟ ماضي. كم حرف؟ 1 2 3 4. حرف التاني ألف، يبقى حوله الواو. يبقى شوهد ها المسلسل. صعب يا شباب؟ ها؟ صعبة؟ يبقى هنا عايزك بقى تجمع القواعد. ها؟ يلا بينا نجمعهم مع بعض. الفعل الماضي، الفعل ايه؟ الماضي. لو الفعل الماضي عادي جدا ما فيهوش حاجة هتضم أوله وتكسر ما قبل آخره. طب لو الماضي 3 حروف وفي النص ألف هتتحول لياء. طب لو الماضي 4 حروف والحرف الثاني ألف هتتحول لإيه؟ واو. اديني أمثلة جيني أهو. سمع هتبقى إيه يا جماعة؟ سمع. صام هتبقى ايه؟ صيما. حولت الالف لياء. شاهد هتبقى ايه يا جماعه؟ ها؟ شوهد. اتفقنا يا شباب؟ يبقى في الحاله اللي زي دي حبايب قلبي كده جمعنا حالات الايه؟ الماضي. طيب قال لك بقى يا باشا لو كان الفعل بتاعنا فعل مضارع. فعل ايه يا شباب؟ مضارع. هتعمل ايه سيادتك؟ قال لك أول خطوة ضم أوله وافتح ما قبل آخره. ضم أوله وافتح ما قبل يا شباب آخره. زي إيه يا مستر مؤمن؟ على سبيل المثال مثلا لو جيت قلت لك يفهم الولد الدرس. يفهم الولد إيه يا شباب؟ الدرس. أول خطوة شيل الفاعل. يفهم، هو مين اللي بيفهم؟ الولد، حذفته. طب هنا ببص على الفعل لقيت ان الفعل ده فعل ايه يا شباب؟ مضارع. الفعل المضارع ليه قاعده؟ قال لك اه طبعا ليه قاعده. قال لك اكتب بس الفعل على جنب كده. يلا يفهم الدرس.
بعد ما حذفنا الفاعل. طالما ده فعل مضارع ضم اوله وافتح ما قبل اخره، يبقى يفهم الدرس. يبقى اذا انا بنيته هنا للايه؟ للمجهول. الله ينور عليك. يبقى ساعتها الدرس يتعرب ايه يا جماعه؟ نائب فاعل. مثال كمان ونركز مع بعض فيه. لو انا جيت على سبيل المثال جيت قلت لك ايه؟ يسمع الطالب الشرح. يسمع الطالب الايه؟ الشرح. زي ما انت ما قلت كده. ايوه سامعك كنت بتغنيها. اول خطوه شيل الفاعل. شلت الفاعل اهو. طب يسمع ده فعل يا جيني؟ ده فعل مضارع. هتعمل ايه سيادتك؟ هتضم اوله وتفتح ما قبل اخره، يبقى يسمع الشرح. طيب لو حب يلعب لي او يخليني اقع في الامتحان هيعمل معايا ايه؟ كل اللي هو هيعمله لك هيجيب لك الفعل المضارع قبل الاخر واو او قبل الاخر ياء. اسمع اسهل طريقه بفضل الله، تحول الى الف. اما اجي اقول لك ايه؟ يبيع الفلاح القطن. الخطوه الاولى احذف لي الفاعل، حذفته. يبيع مضارع قبل الاخر ياء حولها لي الالف، يبقى يباع القطن. ويبقى ساعتها حولته مبني لايه؟ للمجهول. وساعتها القطن ده يبقى نائب ايه يا شباب؟ فاعل. صعب يا شباب؟ مثال عشان بس حضرتك تعرفوا. قال لك لما اجي اقول لك ايه؟ يصوم الولد رمضان. اول خطوه شيل الفاعل. شلت انا الفاعل خلاص. يصوم فعل مضارع بس قبل الاخر عندي واو احولها الى الف، يبقى هكتب ايه؟ يصام رمضان. يصام ايه يا جماعه؟ رمضان. وساعتها يا جماعه يبقى ده مبني للمجهول. مبني لايه يا شباب؟ للمجهول. واللي بعديها نائب فاعل مرفوع. نائب فاعل ايه؟ مرفوع. حاجه صعبه كده يا شباب؟ يبقى يلا نجمع مع بعض. الفعل المضارع القاعده الاساسيه بضم وافتح. طب لو قبل الاخر واو او قبل الاخر ياء بحولها الى ايه؟ الف. ها يصوم هخليها ايه؟ يصام. ها يبيع هخليها ايه؟ يباع. اتفقنا يا شباب؟ طيب صلى على رسول الله. ناخد بالنا من تركايه مهمه جدا بيتكلم فيها بقى في الامتحان. يجي يقول لك ايه؟ كرم المعلم ذا، او خليها ايوه ذا الخلق مثلا اهو. هنا هو لعب على ايه؟ ان انت تعمل الجمله مبنيه للمجهول وحته نحو كمان. ازاي؟ كرم المعلم ذا الخلق. اول خطوه شيل الفاعل. ها مين اللي كرم؟ المعلم. حذفته. تمام كده اتفقنا؟ طب انا عندي كرم فعل ماضي. اسال نفسك هو الماضي ده فيه الف تاني حرف؟ قال لك لا، يبقى ده العادي بتاعنا. هعمل ايه؟ هكتب كرم عادي جدا. تمام؟ واحط ضمه في اوله وكسر قبل ايه؟ الاخر. تمام كده يا شباب؟ اجي بقى هنا انا قايل لك ان ده مبني للمجهول. مبني لايه يا شباب؟ للمجهول. واللي جاي بعديه نائب ايه؟ فاعل. وقلت لك ان نائب الفاعل بيبقى ماله؟ مرفوع. يبقى اذا ذا فيها غلطه، اما تنزل هتبقى نازله ايه؟ ذو. لان الاسماء الخمسه قال لك ترفع بالواو تنصب بالالف وتجر بالياء، يبقى كرم ذو الخلق. ولما اجي اعرب ذو هعربها ايه؟ هعربها نائب فاعل مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه. طب لو جالي سؤال تاني وقال لي ايه؟ كرم تمام كده المعلم المجتهدين. برضو حته بتعتمد على الاعراب. كرم فعل. مين اللي كرم؟ المعلم. احذف المعلم. عندك كرم عادي جدا ماضي عادي ضم اوله واكسر ما قبل اخره. طب هنا نائب ايه؟ فاعل اللي جاي بعديها، يبقى المجتهدين. طبعا غلط مش هتنفع، يبقى المجتهدون. لان نائب الفاعل بيبقى شباب ماله؟ مرفوع. نائب الفاعل بيبقى ماله؟ مرفوع. طيب
بصوا حبايبي، لو انا جيت قلت لك كرم المجتهدون، حلو الكلام؟ ده مبني للمجهول صح؟ اه طبعا. عايزه بقى يبقى مبني للمعلوم. انا عكست الكلام. عكست ايه الكلام؟ اعمل ايه بقى؟ انا كنت بقول لك في المبني المجهول ايه؟ اول خطوه شيل الفاعل. اول خطوه شيل الايه؟ الفاعل. هنا اول خطوه حط الفاعل تاني. حط فاعل من عندك يا شباب، يبقى كرم من غير تشكيلها. مين اللي كرم؟ المعلم، يبقى ده الفاعل. نائب الفاعل يرجع مكانه تاني مفعول ايه؟ به، والمفعول به يبقى ماله؟ منصوب، يبقى المجتهدين. لان هنا الاعراب هيرجع زي ما كان، فعل وفاعل ومفعول به. اتفقنا يا شباب؟ اخر سؤال معانا النهارده، لو جه سألك وقال لك مثلا سمع الولد الكلام، ده مبني للمعلوم، عايز احوله مبني للمجهول، اشطب، حط ضمه كسره قبل الاخر، يبقى سمع الكلام. سؤال بقى عايز اساله لك، لو جه قال لك حول من مبني برضه للمجهول لمبني للمعلوم، بص قال لك ايه في السؤال ده؟ يباع القطن. كل التغييرات اللي سيادتك عملتها في الفعل رجعها تاني. يباع قبل الاخر ايه؟ الف، يرجعها لاصلها تاني، ان انت كانت ايه من شويه؟ الياء، يبقى يبيع، حط فاعل من عندك، الفلاح القطن. وصلت؟ مثال كمان، لما اجي اقول لك مثلا شوهد المسلسل، ده مبني للمجهول، عايز احوله مبني للمعلوم، رجع اللي انت عملته. شاهد، ما هو شوهد دي هترجع تاني ايه يا جماعه؟ شاهد. رجع اللي انت عملته من شويه وحط الفاعل. مين اللي شاهد؟ الولد المسلسل، حط فاعل من عندك ورجع الجمله زي ما كانت، يبقى فاعل وفاعل ومفعول به. ويبقى بكده يا شباب خلصنا مع بعض المبني للمجهول والمبني للمعلوم، وعرفنا التريكات الاساسيه اللي فيه، الحاجات البسيطه. ان شاء الله انتظروا فيديوهات الحل عشان نتكلم عن التريكات. اهم حاجه نفهم درسنا. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير. افتكر انت مع الجني قائد حلمك، وكن من الاوائل زي ما غيرك كان من اوائل معانا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا في كل مكان، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده كتاكيت اولى اعدادي معانا درس الفاعل ونائب الايه؟ الفاعل. درس مهم جدا جاي لك في شهر مارس. جاهز يا بطل؟ توكلنا على الله، ركز معايا. بص شباب، دلوقتي احنا عايزين بقى نستعرض مع بعض الدرس كده ونفكر الدنيا ماشية ازاي. اولا نائب الفاعل، ايه قصة نائب الفاعل يا بطل؟ قال لك نائب الفاعل يأتي بعد فعل مبني للمجهول. يعني حضرتك لو لقيت فعل مبني للمجهول هيجي بعديه يا بطل نائب ايه؟ فاعل. زي ايه يا مستر مؤمن؟ لما اجي اقول لك فهم الدرس، ما هو فهم ده قال لك مبني للمجهول، يبقى وانت مغمض عينك اللي جاي بعديه بقى يا شباب؟ قال لك نائب فاعل مرفوع بالضمه. نائب فاعل ماله؟ مرفوع بالضمه. سمع الكلام، ما هو سمع برضه مبني للمجهول، يبقى الكلام نائب فاعل مرفوع بالضمه. ضرب الولد، برضه ضرب مبني للمجهول، يبقى الولد نائب فاعل مرفوع بالضمه. لو يا شباب جه قال لك هو نوع نائب الفاعل في الجمل دي ايه؟ طالما نائب الفاعل سيادتك شايفه قدام عينك بالشكل اللي انا كاتبه لك ده على السبوره، اعرف على طول ان نوعه اسم ظاهر. اسم ايه يا شباب؟ ظاهر. طب هل نائب الفاعل ليه انواع تانية؟ قال لك يلا بينا. تاني نوع من نائب الفاعل الضمير المتصل.
قال لك أصل فهم أو سرق مبني للمجهول، يبقى ساعتها التاء دي المفروض تبقى ايه؟ قال لك بالظبط كده زي ما انت ما قلت، طالما مبني للمجهول يبقى التاء دي ايه؟ نائب فاعل. طب اعربها ايه؟ هعربها نفس الكلام اهو، ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. ولو سألني نوع نائب الفاعل ايه؟ هجري واقول له نوع ضمير ايه؟ متصل. النوع الثالث الضمير المستتر، زي ايه؟ قال لك فهم. هو ايه اللي فهم؟ طب ما ده مبني للمجهول، امال فين نائب الفاعل؟ قال لك ما هو هنا بقى ضمير ايه؟ مستتر. اوعى تقع وتقول لي الدرس اسم في بدايه الجمله يتعرب ايه يا شباب؟ مبتدا. الطالب ضرب، طب ما ضرب مبني للمجهول، امال فين نائب الفاعل؟ مش موجود، يبقى ضمير ايه؟ مستتر. يبقى اذا نائب الفاعل يا شباب بخلاصه الكلام ياتي بعد الفعل المبني للمجهول. الله ينور عليك، يعني الفعل مبني للمجهول جاي بعديه نائب ايه؟ فاعل على طول. طب قال لك ليه اشكال؟ 3، اسم ظاهر، ضمير متصل، وضمير مستتر. طب تعالوا نبصوا مع بعض كده يا شباب. خلي بالك ان حسن، بص بقى الحته دي، ان ايه؟ حسن الخلق امر هام. كتير من الطلبه اول ما تلاقي ان الكلمه اولها ضمه بتفتكر ان هي مبنيه للمجهول. ركز يا ولا، ان حسن الخلق هنا يا جماعه، حسن دي اسم مش فعل اصلا. خلي بالك ان حسن الخلق، بيقول لك اعرب الخلق. واحد يقول لي على طول يا مستر مؤمن ده مبني للمجهول يبقى ده نائب فاعل. حمار. ليه؟ عشان ده اسم يا ولا اصلا مش فعل يا ولا. يبقى كلمه الخلق ده اسم وده اسم. حسن الخلق نكره ومعرفه، حسن بتاع الخلق يبقى ده مضاف اليه يا ولا. خلي بالك ما ده مش فعل يا ولا زي ما قلت لك. الملحوظة الثانية، يوجد ويولد ويوصف ويوعد، كل دي أفعال على طول مبنية للمجهول، وانت مغمض عينك شفتهم مبني للمجهول. يبقى ساعتها طالما ده مبني للمجهول يا بطل، اعرف على طول ان كلمة العلماء دي تعرف ايه يا شباب؟ نائب فاعل. كررتها لك مرتين اهو، مرفوع بالضم. تمام. نائب فاعل ماله يا جماعه؟ مرفوع بايه؟ بالضم. اتفقنا؟ طيب خلي بالك، يعتبر ويعد مالهم دول؟ قال لك دي افعال مبنيه للمجهول دائما. حلو، بس مالهم؟ بينصبوا مفعولين. نفس الفكره بتاع اعطيه اللي انا شرحتها لك في الدرس اللي فات. فانت هتعمل ايه؟ ده مبني للمجهول ماشي، بس في نفس الوقت بينصب مفعولين. طب انت هتعمل ايه يا مستر مؤمن؟ مش ده مبني للمجهول؟ القاعده بتقول اللي بعديه نائب ايه؟ فاعل، اللي هي محوله عن المفعول به الاول. وسيله، يبقى دي المفعول به كام؟ الثاني. وبعد يا شباب ما ربنا أكرمنا وحلنا مع بعض على النحو ورجعنا النحو، يلا بينا بقى نحل اختبار كامل كده شامل شبه اللي عن ايه نتحطوا فيه يوم الحد اللي جاي إن شاء الله تعالى. يلا بينا نسموا الله. طيب بص شباب، الدبانة دي صعبة. يلا بينا. من درس الجوهرة المصرية الشهيد محمد أبو شقرة. كان الشهيد البطر صورة، قال لك يا جماعة، مشرقة للإنسانية الحقيقية، فقد كفل الأيتام وأدخل البسمة على وجوههم، وساعد الأسر البسيطة في صمت وإشفاق، ومع زملائه كان متواضعا يشاركهم همومهم قبل أفراحهم، ومع الأطفال كان أبا حنونا يغمرهم بالحب والابتسامة. قال لك وهكذا اجتمع في شخصه معنى البطولة في الميدان ومعنى الرحمة في الحياة اليومية. السؤال الأول يا أبطال بيقول لك إيه؟ بصوا حبايبي، معنى الإشفاق
اما اجي اقول لك عاملني بشفقه يعني عاملني برحمه، يبقى اشفاق يعني ايه؟ رحمه. مضاد كلمه متواضع، واحد متواضع زي كده، يبقى عكسها واحد شبهك متكبر. الشهيد محمد ابو شقره كان يساعد الاسر البسيطه في صمت واشفاق، صح. الشهيد محمد ابو شقره لم يكن يهتم بالاطفال وكان صارما، انا لسه قايل لك كان مع الاطفال ايه؟ ابا حنونا، يبقى الكلام ده غلط. اكتب 3 صفات للشهيد البطل كما وردت في النص. بص يعني هو بيقول لك ايه الاجابه فوق يا بطل، حل يلا بينا. اول حاجه يا جماعه، اول حاجه فقد كفل الايتام وادخل البسمه على وجوههم، يبقى دي اجابه السؤال اهو. وساعد الاسر البسيطه في صمت واشفاق، ومع زملائه كان متواضعا يشاركهم همومهم وايه؟ وافراحهم. تمام. ومع الأطفال كان أبا حنونا، يبقى ال3 هم موجودين. طب كيف يمكن أن يكون الإنسان بطلا في حياته اليومية؟ قال لك عايز تبقى بطل في حياتك اليومية، قال لك التعامل بالرحمة والعطف وعدم التكبر. كده الناس كلها تحبك يا بطل لما تبقى إنسان متواضع، إنسان رحيم معاهم. ويلا بينا نكمل اللي جاي. تبقى قص لي الحتت بتاعت الدبانة دي نزلوها. يلا بينا. بيقول لك يا شباب من درس بقى ايه حصن مصر المائي سد العالي. وبالرغم من ان سد اسوان الذي بني في الفتره من 1899 حتى 1902 قد ساعد في حجز جزء من المياه النهر وتنظيمها، يعني إلى حد ما عمل حاجة، إلا أنه لم يكن كافيا لتحقيق آمال المصريين، إذ ظل عاجزا عن مواجهة الفيضانات الكبيرة أو توفير المياه في السنوات الشح والجفاف، كما لم يوفر الكهرباء التي تحتاج إليها مصر لدفع عجلة الصناعة الحديثة. ومن هنا ولدت فكرة السد العالي الذي يعد أحد أعظم إنجازات في تاريخ مصر، بل أعظم مشروع هندسي شيد يعني بني في القرن العشرين طبقا للهيئة الدولية للسدود. السؤال الأول، معنى كلمة عاجز؟ عاجز يعني ضعيف وغير إيه؟ قادر. مضاد كبير إيه يا جماعة؟ صغير. السد العالي يعتبر أحد أعظم المشاريع الهندسية في القرن العشرين طبعا. سد أسوان كان كافيا بس ما تكملش، غلط. اذكر سبب ولادة فكرة بناء السد العالي. قال لك لأن سد أسوان لم يكن كافيا لحل المشكلة في سنوات الشح المائي. ما كانش مكفينا، كان حل جزئي، ما كانش عنده مثلا كميه كبيره من المياه اللي هو بيخزنها تكفينا في سنوات الشح، يعني قله المياه فيها. لماذا يعتبر السد العالي انجازا مهما لمصر؟ قال لك لتوفير الكهرباء اللازمه، وفر لنا الكهرباء. قال لك توفير كميات كبيره من المياه. توفير كميات كبيرة منين؟ من المياه. ويلا بينا يا أبطال نكمل حل النموذج بتاعنا. يلا بينا. طبعا مصر يا جنة الدنيا، خلي بالك يا جماعة نص جميل جدا. بص السؤال الأول بيقول لك إيه؟ بما يوحي قول الشاعر ونخوض الموت في كل البقاع. قال لك يوحي بالتضحية والفداء للوطن. يوحي بإيه؟ بالتضحية والفداء لإيه؟ للوطن. الفكرة العامة للنص تدور حول شجاعة الجنود وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن، صح طبعا.
الشاعر يقارن بين، بص بقى بيقول لك ايه، بأس احرار وبأس ايه الذهب لم يظهر. طبعا الكلام ده غلط، احنا ما اتكلمناش عن الذهب ولا جبنا ايه يا جماعه الكلام ده كله. طيب ما الجمال في قول الشاعر؟ بيقول لك ايه، بئس احرارك من بأس الحديد. يبقى شبه ده بايه؟ ببأس الحديد. يبقى صور وشبه، قال لك ايه، بأس الاحرار ببأس الحديد. تمام يا شباب، ويلا بينا نكمل مع بعض. الله، النحو بقى والحلويات، الحاجات اللي بحبها بقى، يلا بينا. أعطى المعلم الطالبة جائزة، قال لك على اجتهادها في الدراسة وامتدح جهودها أمام فصلها كله. وقد أعطى الدفتر ملاحظات مفيدا لإيه يا جماعة؟ قال لك ليستزيد علما وينمي مهاراته. جهودها فينها أهي، وامتدح جهودها. امتدح فعل، امتدح فعل. مين اللي امتدح؟ هو المعلم. جهودها، يبقى ده يا جماعة مفعول به منصوب بالفتح. وقد أعطى الدفتر ملاحظات. دفتر ملاحظات، دفتر بتاع، قلت بتاع، يبقى في الحالة اللي زي دي مضاف إليه مجرور. بالكسر. السؤال اللي بعده بيقول لك عايز فعل مبني للمجهول. فعل مبني ايه يا شباب؟ للمجهول. طب يلا بينا نصلي على رسول الله. قال لك أعطى المعلم الطالبة جائزة. مين اللي أعطى؟ المعلم. لا، ده مبني للمعلوم مش هينفع. كمل. جائزة على اجتهادها في الدراسة وامتدح جهودها، هو برضو مش هينفع. وقد أعطت أهي يا شباب. يبقى عندك الفعل مبني للمجهول ايه؟ أعطت. طب وحدد نائب الفاعل. مين اللي أعطت؟ هي. يبقى نائب الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي. تقديره ايه؟ هي. طيب ما حدش يقول لي ان التاء دي تاء فاعل، لا، فهنا تبقى هي ضمير متصل نائب الفاعل، غلط. فعل متعدي المفعولين، عندك أعطى. طيب وهم بيقول لك بعد كده ايه؟ حدد الايه؟ المفعولين، اذكرهم. اعطى، مين اللي اعطى؟ المعلم. يبقى المعلم هنا ده فاعل. اعطى ايه؟ الطالبه جائزه. يبقى المفعولين عندك الطالبه وجائزه. تمام يا شباب؟ يلا بينا. السؤال اللي بعده بيقول لك كتب المعلم الدرسين للطلاب. ابني الجمله السابقه للمجهول. كنت بقول لك ايه؟ اول خطوه شيل الفاعل، اول خطوه شيل الفاعل. مين اللي كتب؟ المعلم، شيله. كتب ماضي، يبقى ايه يا جماعه؟ اكتب كتب تاني مع ضم اوله واكسر ما قبل ايه؟ اخره. كتب مبني للمجهول، بس خلي بالك المبني للمجهول جاي بعديه نائب ايه؟ فاعل. يبقى الدرسان للطلاب، لأن نائب الفاعل هنا كلمة الدرسان هيبقى نائب فاعل مرفوع. يعتبر ماشي مبني للمجهول. العلم، قال لك هنا يا جماعة يبقى العلم ده نائب فاعل. نائب يا شباب فاعل مرفوع بالضمة. يعتبر العلم ايه؟ طالما قلت ايه في مفعول وسيله، يبقى ده مفعول به منصوب بالفتح. منح، اجعل الفعل مبني للمجهول. طبعا منح هنا خلي بالك من الافعال الماضيه، يبقى هتضم اوله وتكسر ما قبل ايه؟ اخره. يبقى منح الطالب جائزة. كده انا خليتها مبنية للمجهول. وعلى فكرة زي ما شرحناها من شوية في النحو،
طالما ده بينصب مفعولين ومبني المجهول يبقى ده نائب ايه؟ فاعل، وده مفعول به ايه؟ تاني. وبكده اقدر اقول لكم خلصنا مراجعه مارس يا ابطال. انا عارف ان انت قدها، تعبناك معانا معلش، سواء في السنتر او حتى على الاونلاين او حتى على اليوتيوب واحنا شغالين مع بعض، تعبناك معانا، بس انا عارف ان انت من طلاب الجهيني وانت قدها وهتقدر تحقق اعلى سكور ان شاء الله في امتحان الشهر. كل سنه وانتم طيبين. كان معكم استاذ مؤمن الجهيني، استاذ اللغه العربيه في محافظه الاسكندريه. كن قائد حلمك. اشوفكم على خير. كل سنه وانتم طيبين.